السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتم صحة واسعد حال. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم فطيرة محشية بقى باللحمة المفرومة. وزي ما انت حابة احشيها، مفيش اي مشكلة. اي حاجة عندك عايزة تحشي بيها اعمليها، مفيش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين الفطيره بجد طلعت بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه. حاجه كده بجد جميله جدا، واتمنى ان انتم فعلا تجربوها. ودي طبعا بتاعه بيبو، عملها معاكم بقى، هيعملها معاكم برضو. شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله، بجد طلعت تحفه. نشوف بقى الفطيره بتاعتنا وجمالها كده، بسم الله ما شاء الله. شوفوا بقى الجمال، شوفوا بقى الحلاوه، بجد حاجه كده جميله جدا. وزي ما انتم شايفين جميله جميله، حاجه كده بجد تحفه قوي. شوفوا بقى ما شاء الله، يا ريت تجربوها بجد هتعجبكم جدا، وبألف هنا وشفا. ويلا بينا نشوف الطريقه والمقادير، واسهل طريقه مع ماما صباح وبيبو. وهنا حبايب قلبي نبدأ نقول المقادير بتاعتنا والطريقة. عندي نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، وكمان عندي معلقة خميرة كبيرة، خميرة فورية، وكمان معلقة لبن بودر كبيرة، ومعلقة سكر تمام، ونص كوباية زيت، وذرة ملح، وطبعا مية أو لبن نعمل العجن. مية دافية طبعا عشان احنا حاطين خميرة، فلازم نحط مية دافية أو لبن دافي. ونبدأ مع بعض. هنا حبايب قلبي نبدأ بسم الله ونحط المواد الجافة بتاعتنا. بسم الله، خميرة وكمان لبن بودر تمام، والسكر. نبدأ نقلب، وذرة الملح، ابدأ بقى اعجن في الخميرة بتاعتي واضيف الزيت. بسم الله، تقريبا نص كوباية. هنا حبايب قلبي المية الدافية، بسم الله. طبعا المية مش هقدر اقول لكم انا هاخد قد ايه، تبع العجين تبع الدقيق بتاعي. في دقيق بياخد ميه وفي دقيق ما بياخدش. انا هبدا احط شويه شويه كده واشوف العجينه بتاعتي محتاجه قد ايه. عملنا حاجات كتيره مع بعض وعارفين فعلا نقطه الميه دي، الدقيق مش كله بيبقى واحد تمام. احط شويه شويه عشان الميه ما تدخلنيش برضو. هنا هحتاج ميه تانية.
هعجن العجينه بتاعتي كويس جدا علشان تديني نتيجه كويسه. تمام حبايبي. هبدأ انزلها على الرخامة واعجنها برضو تاني. تمام، هي كده مبدئيا كويسة جدا. وانا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين رشة دقيق كده على الرخامة بتاعتي. تمام، واخد العجينة وابدأ بقى ايه. نعم حاضر حبيبي. افضل بقى ايه اعجن طبعا في العجينه بتاعتي عشان انتم عارفين كل ما بعجن فيها كل ما بتبقى بتدينا نتيجه كويسه. يا حبيبي. كل ما هعجن فيها كل ما هتديني نتيجه حلوه. بسم الله، ونسمي الله طول ما احنا ايه شغالين. تعم البركه كده على الحاجه وتطلع باذن الله حلوه وجميله. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. حاضر. بتعمل ايه؟ ليه؟ شوفوا بقى ما شاء الله العجينة بتاعتي بسم الله ما شاء الله بقت تحفة اهي. جميلة ازاي؟ طرية كده وجميلة وبطلت تلزق في الايد ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله حاجة كده. وهنا نجيب شوية زيت الطبق بتاعنا ونحط العجينة بتاعتنا. بسم الله. نقطة زيت كمان مش كتير. بسم الله ما شاء الله. احنا طبعا حاطين خميرة هسيبها بقى كده ايه نص ساعة. اغطيها طبعا كويس، اغطيها كويس واسيبها نص ساعة. كده اعملها بالاسترتش. وكمان هجيب غطا كمان تقيل عليها فوطة ولا حاجة واسيبها نص ساعة ساعة لغاية ما تعلى معايا وتبقى ضعف العجينة دي. ونبدأ نعمل بقى الحشو بتاعتنا. وهنا حبايب قلبي نعمل العصاج بتاعنا. انا هحشي بلحمه مفرومه، انتوا عايزين تحشوا باي حاجه مفيش اي مشكله. ممكن تحشوا بصدور فراخ، اللي انتوا عايزينه، لانشون، بسطرمه، جبن، من غير اي حاجه مفيش اي مشكله. هنا معلقتين صغيرين من السمنه ننزل عليهم البصله. تمام، تشويحه صغيره جدا ننزل عليها بالمفروم. هنا تشويحه بسيطه جدا زي ما انتم شايفين. طيب انزل بالمفروم. تمام،
اول حاجه هعملها لازم انزل بالفلفل والبهارات كمان، ما نكترش في البهارات عشان نحتفظ بطعم اللحمه كده. تمام. هنا حبايب قلبي كمان شويه جزر مبشور. تمام. هيدوا معايا طعم. وكمان هيعلي بقى التست كده ويديني طبعا فيتامينات اكتر. وكمان ما اكدبش عليكم اللحمه كمان هتكتر شويه كمان عشان التوفير. تمام. لسه بقى الفلفل كمان الالوان عندي ده بيتحط في الاخر. وهنا حبايب قلبي ننزل بالفلفل الالوان بتاعي. لو حابه فلفل حامي برضه حطي اي حاجه انت عايزاها حطيها. يا سلام كمان بقى لو عملناها بالسبانخ حاجه كده تحفه باذن الله. اعملها لكم بالسبانخ حاجه جميله ومفيده وكل حاجتنا في البيت كده، مجيبش حاجه من بره. حاجه في البيت يا جماعه بجد انضف واجمل. ايام دي بجد صعبه جدا يا جماعه، ما تجيبوش اي حاجه من بره عشان بجد انا ملاحظه ان كل الناس تعبانه بمعدتها الايام دي. يا ريت يا ريت يا ريت ما نجيبش اي حاجه من بره، نعمل حاجتنا كده في البيت، نبقى متاكدين من نظافتها وجودتها وجايبه اللحمه منين وكل حاجه غسلاها. طبعا الخضار بتاعي بغسله كويس جدا ميه وخل وبنقعه كده في ميه وخل. كل الحاجات دي احنا طبعا عمرنا ما هنشوفها بره ولا اي حد بيعملها بره. وهنا الملح بقى بتاعي انا طبعا ما ضفتش ملح، هنا بقى بضيفه في الاخر. تمام كده خلاص اللحمه بتاعتي استوت وما نزلتش اي ميه زي ما انتم شايفين استوت. وانا طبعا عايزاها برده ناشفه، مش عايزه يبقى فيها صوص كده لا، عشان ما يبوظش معايا الفطيره بتاعتي. عايزاها تبقى جافه كده. شوفوا اهو مش اي حاجه، مفيش اي ميه هنا ولا اي حاجه. كده بقت خلاص كده جاهز. نشوف بقى العجينه بتاعتنا خمرت ولا لسه. الفلفل طبعا احنا مش عايزينه اكتر من كده، نحطه ايه يقرش شويه كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله. هنا العجينه بتاعتي خمرت زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله حاجه كده بجد بقت تحفه. الله العجينه جميله جدا. شوفوا جمالها بسم الله ما شاء الله، طريه كده وحاجه بجد جميله جدا بسم الله ما شاء الله. يعني ناخدها بقى كده ايه. وانا حبايب قلبي نبدا بقى بسم الله ما شاء الله. ايه العجينه بتاعتنا اللهم صل على النبي بجد بجد جميله جدا تحفه يا جماعه، طالعه بجد جميله ما شاء الله. شوفوا العجينه نبدا نقسمها 2، نقسم 2 كده قد بعض. وهنا بقى ايه كده ممكن تدينا حته صغيره. حاضر حته صغيره من البيتزا بس. وهنا حبايبي نبدا نفرد العجينه بتاعتي بنشابه
لو عندك نشابة او عندك المرزنة او اللي هي اسمها ايه، في ناس بيقولوا عليها مرزنة. تمام. هنا اعملها في صاج. خرجي من جوه كده على بره عشان كله يبقى سمك واحد. عايزه كله كده يبقى سمك واحد. طبعا انا هسويها على قد الصاج بتاعي او الصينيه. لما احطها في الصاج بحاول اظبطها في الصاج طبعا. وهنا الصاج بتاعنا دهنته سمنه. تمام. دهنته كله بالسمنه. هحاول احط العجين بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو الصينيه بتاعتك مدوره هتعمليها برضو في الصينيه، هتعمليها مدوره. تمام. العجينه بالشكل ده بجد بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تحفة تحفة بجد. اديها رشة دقيق. وزي ما احنا عملنا الأولانية نعمل التانية. طبعا زي ما اتفقنا انا ما بعملهاش مدوره، الصاج بتاعي مستطيل عشان كده بعملها مستطيله. تمام. حسب الصاج بتاعك او الصينيه ابدأي شكلي حسب الحاجه بتاعتك. هنا حبايب قلبي هحط طبعا شويه موتزاريلا برضو. تمام. على الصاج بتاعي. عايزه تعلي التست كده عليه باي حاجه عندك.
تمام. وهنا بقى نبدأ بسم الله وناخد العجينة بتاعتنا ونفردها على الصاج بتاعنا. لو في اي حاجة زيادة برضو مفيش مشكلة، نشيلها ونقطعها. نحاول بقى نشبكها بالعجينة التانية. تمام. حاولوا كده ايه مش عليها كده. دي الزيادة بتاعتي، بس زي ما قلت لكم حاولوا تدوسوا عليها من الأطراف. تمام. بسم الله. وكمان هنعملها تاني بالشوكة. بإذن الله هتطلع تحفة بجد. هجيب دلوقتي صفار بيضة وهدهن الوش واحط عليها زبدة. وهنا حبايب قلبي هدهن الوش سمنة. تمام. وكمان هندهنه صفار بيضة. صفار بيضة عليها شوية فلفل أسمر. الله تحفة جميلة يا بيبو جميلة. عشان اخدت بتاعت العجن بتاعتي. انت حبيبي. حط لي شوية على بتاعتي. احط لك ايه؟ شوية من ده. مش لما تعملها الاول وتحطها في الصينية وبعدين ما انا بس ممكن تحطها في الصينية. طبعا انتوا عارفين الاطفال بيحبوا يساعدوا في البيتزا بالذات او اي فطاير، لازم نراضيهم ونخليهم يساعدونا برضو عشان ما يزعلوش. وبكده حبايبي هدخلها الفرن على درجة حرارة عالية طبعا 200 ما شاء الله. انا شاطر في البيتزا يا تيتا. شاطر في البيتزا؟ طبعا انت شاطر، انت شيف جميل والله. ده انا كل ما اعمل بيتزا بحطها في الفرن بايديا. بجد؟ انا بتطلع بس عايز حلوة؟ جوانتي كده عشان احطها عشان جوانتي يا حبيبي. يا ده عايز يشتغل شغل عالي بقى. انا كده هشتغل. برافو برافو بيبو، شاطر بيبو. هخلي البيتزا دي اطول من البيتزا التانية. هتخليها اطول من البيتزا بتاعتي؟ طب يلا. خليها اطول من بيتزا مامتي. بيتزا مامتك؟ طيب يلا ورينا بقى الجمال والشطارة. لا بص استنى اعملها بقى كده. يلا اعملها الناحية التانية. هتطلع بيتزا تحفة دي.
اه ده انا بعمل بيتزا، بساعد مامتي كمان. كل ما تقول لي حاجه بدور على حاجه. انت جميل. والله ده انا اي حد قال لي حاجه ممكن اعمل. ربنا يحفظك يا رب حبيبي. حبيبي بيبو، حبيبي بيبو، حبيبي. الله، ده بيبو العسل بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، جميلة يا بيبو. برافو برافو برافو. احلى بيتزا باذن الله تطلع من ايد بيبو. شبه تأثير موزة. طب يلا بسرعة. هات يا حبيبي. بعرف احطها، ما بعرفش طب يلا حطها. حطها بقى. اكمل الباقي بقى. حطها. بعرف اطلعها. خد بقى، خد بالشوكة. فردها بقى هنا، فردها. بس الشوكة فيها مكان ممكن تخليها لا لا، افردها افردها. شاطر براء. ايوه كده. فهمتك. فهمتني؟ اه. بس البيتزا اللي مهمة ما تتحركش بس. انها بتتحرك. انا عامل بيتزا بايديا، واجمل بيتزا، ايوه وممكن تعجب اي حد. خلاص. اقفلها بقى، اه اقفلها بقى كده. كده. ايوه على بعضها. برافو. لا هي كده كده جميل. فهمت. فهمتني كده، برافو عليك. اقفلها بقى من كل الجوانب. لا لا، دوس عليها من هنا من الحروف. تمام، فهمتني. يلا برافو عليك. هتكون احلى بيتزا من ايديا. اكيد ان شاء الله. خد بقى، نعملها كده بالشوكة. كده. ايوه شاطر، برافو. حتة تانية في الحتة التانية. تمام، بس كده. خد بقى ادهنها بدي، ادهنها. زي ما عملتيلي. برافو. ايوه، حط تاني. ان شاء الله هتكون احلى بيتزا من ايد بيبو العسل ده. ايه رأيكم؟ لا علي كده صوتك. ايه رأيكم؟ خلاص كده، خلاص كده حبيبي. ده كده جميل جدا، برافو عليك. يلا نحطها بقى في الصينيه دي بقى. طبعا العجينه اللي فضلت مننا علشان ما نرميهاش او نبوظ ونهدر، لا احنا عملناها زي ما انتم شايفين، حاجه كده صغيره، فطيره صغيره محشيه بالجبنه النستو. وكده حبايب قلبي خرجتها من الفرن زي ما انتم شايفين، قعدت ساعه الا ربع. بسم الله ما شاء الله، بجد طلعت تحفه. واذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش بقى التعليقات الجميله بتاعتكم، وما تنسونيش في اللايكات والاشتراكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.